ازاي تخلي شريك الحياة اللي معاك مجنون بيك وبيحبك بشكل هستيري. النهاردة في الفيديو ده انا جاي اقولك على سر العلاقات، ازاي تكسب شريك الحياة اللي معاك ويبقى مجنون بيك حرفيا وبيعشقك مش مجرد بيحبك وبس. علشان تعمل ده لازم تفهم كل شخص بيميل لايه، ايه اللي بيجذبه. نبتدي بالراجل. الراجل بيحب بعينيه، الراجل بينجذب بعينيه، عشان كده دايما تلاقي الراجل بيحب الست الحلوة المهتمية بنفسها اللي شكلها حلو. فحتى زمان كان يقولك ايه، يقولك ده سحرت له، سحرت عينيه، عشان كده وقعته في غرامة وخلته مجنون بيها بيعمل لها اي حاجة. فلو انت عايزة الراجل اللي معاكي يكون دايما مجنون بيكي يبقى لازم دايما تجملي في نفسك، لان الراجل بيحب بعينيه. الست عكس الراجل، الست بتحب بودانها، بتحب الكلام الحلو، الكلام الرومانسي، الكلام اللي دايما يدعمها ويحسسها ان هي احسن ست في الكون. علشان كده كانوا زمان يقولك ايه، ده ضحك عليها، قال لها كلام حلو وكلام رومانسي فبقت مجنونة بيه ومش شايفة غيره. فلو انت عايز تخلي البنت اللي معاك مجنونة بيك ومش شايفة غيرك يبقى انت لازم تتعلم ان انت يكون لسانك حلو، ان انت تفهم ان هي بتحب بودانها، بتحب الكلام الرومانسي، الكلام الحنين، الكلام اللي دايما يدعمها ويحسسها ان هي احسن ست في الكون. فده السر اللي هيخليك فعلا تخلي شريك الحياة بتاعك مبهور بيك ومنجذب ليك ودايما عايز يفضل يكون معاه. أنا هنا في مساحة نفسية بقدم كل يوم محتوى عن الصحة النفسية وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الآخرين، وبقدم جلسات نفسية وكوتشنج وإرشاد زواجي وأسري. فلو أنت بتعاني من أي مشكلة ومحتاج جلسات ممكن تراسلني على رسائل الصفحة، وما تنساش تعمل فولو للصفحة دي، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وتشوف الفيديوهات اللي فاتت. وافتكر دايما إن في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.